عندما بدأت الحرب على غزة يا سادة، وعلى مدار عامين، سأل أهل غزة: أين العرب؟ نحن نقتل، تدمر بيوتنا، مساجدنا، مستشفياتنا، مدارسنا، كل شيء يدمر، فأين أنتم؟ نحن جوعى، عطشى، نهجر، أين أنتم؟ لا تتركونا وحدنا، لا نريد منكم أن تطلقوا رصاصة واحدة، نريد فقط كوب ماء وأي نوع من أنواع الغذاء. فأجاب العرب: نحن ضعفاء، لن نستطيع أن نوقف الحرب أو أن نحارب أو حتى أن ندخل لكم طعاما وشرابا. بل وقام حكام العرب بمد خط من الإمدادات للكيان لاستكمال جرائمه، أمدوه برا وبحرا وجوا وساعدوه بكل ما يحتاج. حاصر العرب غزة وساعدوا الاحتلال وأجروا معه الصفقات بالمليارات ولم يقطعوا معه أي علاقات. فظن الجميع يا سادة أن تلك هي أقصى أنواع الخيانة، لا يوجد من بعد هذا خيانة. فلم يعد يسأل أهل غزة عن العرب. وبعد عامين، وبعد صحوة غير مسبوقة في العالم وضغوط من الأجانب على شعوبهم الذين لم يتحملوا ما يروه في غزة من مجازر، بعد أن أصبح الاحتلال منبوذا في كل مكان، وأصبح النداء الرئيس في العالم بإيقاف الحرب، النداء من الذين لا تربطهم بغزة أي دين أو وشائج أو أواصر. هنا فقط قرر العرب التدخل وقالوا: لدينا خطة. فقلنا خيرا. استيقظ حكام العرب وأدركوا بالمصاب الجلل. قدموا خطة لأمريكا والكيان لنكتشف أنها خطة استسلام. يا ليتها فقط استسلام، بل إنه استسلام وخضوع للاحتلال، ليس للإسرائيلي فقط، احتلال إسرائيلي أمريكي تحت حماية جيوش العرب. غزة يجب أن يحكمها الأمريكان ورجال الكيان، هكذا قال زعماؤنا. فقلنا: يا ليتهم سكتوا، يا ليتهم ظلوا صامتين، يا ليتهم تركوا غزة وحدها، يا ليتهم تركوا غزة وحدها بدلا من ذاك العار والذي سيلاحقنا أجيال